السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحمد، مانيش شيخ ولا عالم. بإذن الله النهاردة صورة جديدة وعلاج جديد من سلسلة آه، علاجنا صورة. بإذن الله النهاردة علاجنا هو سورة الليل. عارف لما بتوصل لمرحلة ان انت تقول لنفسك هي معصلجة معايا ليه كل ما امشي في طريق الاقيه صعب؟ طب ما في ناس بتمشي معاها سهلة خالص. يعني انا محتاج فلوس مثلا، افضل احارب وكارك واعمل حاجات كتير خالص وما اوصلش الفلوس. وفي واحد تاني تلاقيها ماشية معاه زي الاستيك. فانا عايز اعرف هي ليه معصلجة معايا، وعايز اعرف هو انا ليه ما بعرفش اختار صح، يعني ليه دايما بعاني في اختياراتي. فسورة الليل بتعالج لنا المشكلة دي، عاوزها تتيسر وتتسهل. ترجع لسورة الليل. 3 خطوات العلاج، 3 خطوات من سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعندي نموذجين ب3 خطوات هيبقى آخرهم إما علاج بالتيسير وإنها ما تبقاش معصلجة معايا، يا إما 3 خطوات وهيبقى مصيري إنه طريقي مسدود تعب مشقة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى أنفق يا عمي ولو ربع جنيه، اتقى الله يا عمي أنا عشان ربنا يتم عليا النعمة دي ويكرمني في المصلحة اللي أنا ماشي فيها دي، هتقي ربنا مش هعمل حرام على قد ما أقدر، مش هعمل ذنب. وصدق بالحسنى تبقى مصدق بالعقاب الخير. يبقى معياري هو سورة الليل وعلاجي هو سورة الليل. او ان مشكلتي هتزيد زي ما هو موجود برضو في السورة، هبخل ان انا اقوم اصلي ركعتين، هبخل ان انا اطلع ربع جنيه ولا نص جنيه، هبخل ان انا ما احش نفسي عن الحرام، الا هتتعثر معايا جامد خالص خالص. الصورة الصراحة وقفت عندها أنا كتير، وبإذن الله تبقى علاج ليا وليكم من كل حاجة بنلاقيها واقفة معانا ومعصلجة، وتبقى علاج برضو لينا لما ما نبقاش عارفين نختار صح. ناس كتير مننا كده، وانا ساعات ما تبقاش عارف انت هتختار ازاي. فالعلاج يا عم صدقة، ركعتين لله، تبقى مصدق ومآمن ان ربنا هييسرك لليسرى. ربنا يهدينا وإياكم البصير يا رب. ومعلش طولت عليكم الفيديو ده، وبإذن الله نتقابل في صورة جديدة وعلاج جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.